كاين بزاف عندهم امان، يامنوا مكر الله. تعرف كيفاش تامن مكر الله؟ كي تكون تدير في الذنوب تقول فلان ثاني ويدير ما دار له والو ربي، تقول كاع ما يديروا، كاش واحد سخطوا ربي ولا ما دار، هاو فلان دار اكثر مني، وتبدا تدير فيها وامن مكر الله، وربي قادر يعذبك بصح ومخليك برك. الحاجه الثانيه تامن مكر الله، ربي غفور رحيم يوم القيامه. ولا اذا عمت خفت وبعد تبدا تستهزأ بالدين، تستهزأ بجهنم، وتولي تصغر هذيك قيمه الجهنم كيما راهم يديروا النكت تاعنا، وتولي جهنم عادي تشواو كامل عادي، وتتكلم فيها كانك تتكلم على الباربيكيو ولا لا. جهنم ماهيش كيما تتخيل يا فلان، عذاب الله شديد، نسال الله العافيه، ما نطيقوش احنا يا اخواني الكرام، صوتها يزعجنا، صوتها الازيز نتاعها واعر مش سهل، احنا بشر ضعاف. ولذلك الان الخوف من جهنم، اذا كان الانسان امن الشيء هذا يقول لك نورمال عادي كذا، هذاك الامن هذاك تاعك هذاك، من بعد يقول لك ربي انت كنت امن في الدنيا لا باس عليك، زهيت ومرتاح خلاص، لازم تخاف يوم القيامه، لازم يخوفك يوم القيامه. ولهذا العبره بالقلب، الا من اتى الله بقلب سليم. هذه الا من اتى الله بقلب سليم ماشي تاع هذوك الناس اللي مخدين الدنيا بالمعاصي ويقول لك الصح في القلب، هذوك راهم كارثه، هذوك هذوك قلبهم مريض باش تدير المعاصي نتايا وما تصليش، ولا المراه المتبرجه تسمى قلبهم مريض. كيفاش تقول لي قلب سليم؟ قلب مريض. ربي ويناديك 5 مرات في اليوم والليله، كل يوم يقول لك روح تصلي الظهر ما نجيش، العصر ما نجيش، اللي يخلقك ويعيط لك وما تروحش. قلبك مليح؟ قلبك مليح؟ امرأة تتبرج تبرجا وتخرج برا تفتن الرجال صباح وعشية، الملائكة تلعنها من الباب للباب، من اللي تخرج حتى تولي. قلبها مليح؟ كاين مرض في القلب يعترف به الإنسان ما يكمفليش على روحه. إلا من أتى الله بقلب سليم خال من الشرك والبدع وخال من المعاصي والعياذ بالله وحبها. يجيب نظيف عنده كان يصلي ويشوف قلبه بصح ما شاء الله، هذا يتحط مليح. لذلك جاء بقلب منيب. من خشي الرحمن شكون هو؟ اللي يخاف. ربي قال في الحديث الصحيح وعزتي وجلالي لا أجمعن على عبدي خوفين ولا أمنين. ربي قال لك حلف، هو ربي حلف باللي ما يجمعش عليك خوفين ولا أمنين. وش معناتها؟ قال من أمنته في الدنيا أو من خوفته في الدنيا أو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمينني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يعني دير في بالك باللي تخير انت وقتاش تخاف، عندك خوف من الخوفين، تحب تخاف يوم القيامة تحب تخاف دركا. إلا تخاف دركا راح يأمنك. شوفوا عزتي وجلالي قال حلف، يعني لا كان راك تخافوا دركا. من خشي الرحمن بالغيب، بالغيب ماشي كي تروح عنده وتشوفه، درك ربي راهو عندك بالنسبة لك غيب. الجنة غيب ماكش تشوف فيها، النار غيب ما راكش تشوف فيها، هذوما كامل عالم الغيب دركا خافهم انت. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، لأن المنيب هذيك الإنابة كونتها له الخشية هذيك. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا رجلا من أهل الجنة ممن يظلهم الله تحت ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الخوف تاع ربي، خايف يقول ربي يديني عذبني، بكى. وهذاك الإنسان اللي قال أولاده إذا أنا مت، قال لهم هذا في من كان قبلنا، قال إذا أنا مت فحرقوني، حرقوني، وثلث من الرماد نتاعي يرميوها في النار في الماء، وثلث في الهواء، وثلث دفنوه تحت الأرض. قال لهم لا إن يقدر علي ربي، كان ربي يعاود يلمني ويجيب الجسد نتاعي قدامه راح يعذبني واحد العذاب شديد، خايف من ربي. ففعلوا ذلك أولاده، حكموه حرقوه وذروا شوية في الماء وشوية تحت التراب وشوية في الهواء. فإذا ربي سبحانه وتعالى قال كوني فلان، جاء بنادم وقف أمامه على كل شيء قدير، وقفوا أمامه قالوا أي عبدي ما حملك على أن فعلت هذا؟ وعلاه؟ قال له علاه؟ قلت لأولادك يروحوا يحرقوك يدير هذا، علاه؟ قال ربي خشيتك، خفت منك. قال فغفر الله له، رحمه الله سبحانه وتعالى، علاه؟ لأنه خاف، فغفر الله له فأدخله الجنة، مسح له كل الذنوب ودخلوا الجنة. لماذا؟ لأن خاف في الدنيا. كي تخاف في الدنيا وحدها تسمى القانون تاع الرب سبحانه وتعالى، ليحلف وعزتي وجلالي. كي خايف في الدنيا مستحيل تخاف يوم القيامة. يوم القيامة انت راك في امان، ليه كنت خايف. انا نقول لك الخوف الحقيقي ماهوش الخوف تاع الوسواس وكذا، لا افهمني. الخوف الحقيقي خايف انك تدخل النار،
ماشي تبقى هذوك الناس. كاين بزاف الناس مرض مساكن هذوك يروحوا يداووا عندهم الوسواس القهري، خايف يقول كاني خايف من الموت، خايف من الموت، يجيني واحد يقول لي راح تموت، يجيك واحد يقول لك هذاك لا هذاك لا خاطي، هذاك راه مسكين الشيطان ويلعب به. نسال الله الشفاء، يروح يداوي يبرى مش مشكله سهله. اما الانسان اللي يخاف الله يخاف انه يعذبه، يخاف يظلم، يخاف يعمل هذه، يخاف يدير حاجه، يخاف يدير ذنب وغلطه العمر اللي ما يغفرلوش ربي بها، يخاف يشرك بالله، هذا خايف انه يدير، خاف ما صلاش خاف ربي يعذبه، يروح يستغفر يبقى غير يدير حوايج باش يمحيها. هذا هو الانسان اللي يوم القيامه يقول لك كنت خايف مني في الدنيا، ما تخافش يوم القيامه. ولهذا مباشره غير تجي تخرج روحك تجيك الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، يقول لك انت غير ما كان تزيد تخاف خلاص. كنت خايف كنت رايح تصلي الجامع، لا جيت هنا الجامع خايف من ربي، هو اللي جابك، الخوف جابك. فانا كنت خايف في الدنيا، ما تخافش يوم القيامه ان شاء الله.